في حاجات صغيرة قوي بنعملها كل يوم من غير ما ناخد بالنا خالص، حاجات بتسرق طاقتنا وتركيزنا وحتى نجاحنا. ويمكن في حاجة منهم بنعملها دلوقتي حالا. خلينا نشوف ايه هي. كتير مننا بيحس إنه بيلف في دايرة مقفولة. اليوم بيعيد نفسه مفيش أي تقدم. عارفين الإحساس ده؟ طيب، الإحساس ده مش صدفة على فكرة. السبب ممكن يكون في عادات يومية بسيطة جدا، حاجات أغلبنا بيعملها من غير ما يفكر. والحاجات دي هي اللي احنا النهاردة هنسميها لصوص الطاقة اليومية. بالظبط كده، حرامية متخفيين بيسحبوا من رصيد طاقتنا وتركيزنا كل يوم نقطة ورا نقطة. طيب، مين هو أول لص معانا؟ الحقيقة ممكن يكون قاعد جنبنا على السرير دلوقتي. أيوة بالظبط، هو الموبايل اللي أول حاجة إيدينا بتروح عليها أول ما بنفتح عينينا الصبح. بيقولك إن أول 60 دقيقة في يومك هي اللي بترسم شكل اليوم كله، بتحدد مستوى إنتاجيتك وتركيزك. الفكرة في إيه بقى؟ لما بنصحى من النوم مخنا بيكون لسه في حالة حساسة جدا زي الإسفنجة، فلما أول حاجة ندخلها له هي سيل من الإشعارات والأخبار والمشاكل، إحنا كده حرفيا بنحطه في حالة دفاع وتشتت من أول ثانية في اليوم. نيجي بقى للسط التاني، وده خبيث شوية، وهو التسويف. بس استنوا، مش التسويف في المشاريع الكبيرة، لا، التسويف في الحاجات الصغيرة قوي، الحاجات التافهة اللي بنقول لنفسنا يا عم هعملها كمان شوية. طب إيه اللي بيحصل في مخنا لما بنعمل كده؟ كل مرة بنأجل حاجة بسيطة، إحنا كأننا بنبعت رسالة لعقلنا بتقوله أنت مش مسيطر. مرة في مرة الرسالة دي بتثبت، والنتيجة الثقة في النفس بتقل وإحساس الفشل والكسل بيكبر جوانا. الليست التالت بقى ده كلنا بنقع فيه، فخ المقارنة. اللحظة اللي بنفتح فيها السوشيال ميديا ونبدأ لا إراديا نقارن حياتنا العادية جدا بالنسخة المبهرة من حياة الناس اللي بنشوفها على الشاشة. المشكلة إن المخ بتاعنا على قد ما هو ذكي على قد ما هو ساذج في النقطة دي. هو مش بيعرف يفرق بين الحقيقة واللي بنشوفه. بيشوف صور متفلترة، لحظات سعيدة متحضر لها كويس قوي، وبيعتبرها هي دي الحقيقة الكاملة. والنتيجة إحساس دايم بالتقصير والإحباط. أما اللص الرابع فهو عادة خفية جدا: الشكوى المستمرة. عارفين الشكوى من حاجات بسيطة، من الزحمة، من الجو، من الشغل، حتى لو على سبيل الهزار. حتى لو بنهزر الموضوع ده خطير. ليه؟ لأنه بيبرمج عقلنا إنه يركز على السلبي، كأننا بالظبط بنعوده يلبس نظارة سودا طول الوقت فما يشوفش غير الوحش. ومع الوقت طريقة التفكير كلها بتتقلب وتبقى سلبية. وآخر لسه معانا النهاردة هو السهر. السهر من غير السبب حقيقي، أو إننا نضحي بساعات نومنا عشان أي حاجة تانية، مسلسل، سوشيال ميديا، أي حاجة. يا جماعة لازم نفهم إن النوم الكافي ده مش رفاهية أبداً، ولا حاجة ممكن نستغنى عنها. النوم هو الأساس، هو القاعدة اللي بيتبني عليها تركيزنا، إنتاجيتنا وصحتنا النفسية. من غير الأساس ده كل حاجة تانية بتنهار ببساطة. طيب، كلام جميل، عرفنا النصوص الخمسة دول. السؤال المهم دلوقتي، إيه الحل؟ إيه هو مفتاح التغيير؟ الخبر الحلو إن الموضوع أبسط بكتير مما نتخيل. المفتاح كله في كلمة واحدة: القرار. مش خطط عظيمة ولا تغييرات جذرية، لا، مجرد قرار واعي وصادق من جوانا بإننا هنوقف الحاجات الصغيرة دي اللي بتدمر طاقتنا يوم ورا يوم. الموضوع بيبدأ بقرار، ومن هنا القرار ده بيبدأ يترجم لأفعال، أفعال بسيطة جدا هي اللي بترجع لنا السيطرة على يومنا وعلى حياتنا. طيب، إيه هي الأفعال دي؟ خلينا نقول إنهم 5 مفاتيح عملية عشان نسترجع طاقتنا المسروقة دي. أول حاجة، قاعدة الدقيقتين. أي مهمة تاخد أقل من دقيقتين نعملها فوراً من غير تفكير. تاني مفتاح، صباح بوعي. نصحى نشرب مية، نعمل أي تمرين بسيط، أي حاجة قبل ما الإيد تمتد للموبايل. تالت حاجة، التركيز على الامتنان. بدل ما نشتكي نحاول كل يوم نلاقي 3 حاجات بس نشكر ربنا عليها. رابعاً، نخلي للسوشيال ميديا هدف، يعني نستخدمها عشان نتعلم أو نتلهم، مش عشان نقارن ونحس بالنقص. وخامس وأهم مفتاح، روتين نوم محترم، نهدف ل7 أو 8 ساعات ونخلق جو هادي قبل النوم يساعدنا على ده. الفكرة كلها إن النجاح مش محتاج مننا معجزات ولا محتاج قفزات خرافية. هو محتاج حاجة واحدة بس، خطوة صغيرة كل يوم. الاستمرارية هي السحر الحقيقي. لو الواحد بدأ بخطوة واحدة بس من دون كل يوم، هيتفاجئ بالفرق الكبير اللي ممكن يحصل في حياته في خلال شهر واحد بس. شهر واحد. وهنا يجي السؤال الأهم: يا ترى إيه هي أول خطوة ممكن نبدأ بيها؟